والله لوريك النجوم في عز الظهر، مثال شمعي بتستخدمه القبائل المصرية. والله لو اوريك النجوم في عز الظهر. ايوه. مثال ايه؟ مثال شمعي ولا شبعي؟ القبائل المصرية. قبائل المصريه؟ ليه يا اختي؟ كنت بتشوفينا ماشيين في الشوارع ماشيين نحدف بعض بالسهام؟ بلا قبائل ايه يا بنتي؟ صحيح، ما انت جايه من قبائل الله اعلم بيها. كنوع من انواع الغزل والمرنسية. غزل ومرنسيه؟ ده اسم المصنع ده، غزل ومرنسيه، اللي هو على اول الطريق. ايوه. لا انت عارفه اوريك النجوم في عز الظهر ديت ايه؟ ديت الفنون القتاليه، مش غزل ورومانسيه، لا دي فنون قتاليه. ويبين قد ايه الحبيبة ممكن توري الحبيب النجوم في اي وقت. الحبيبه؟ ايوه الحبيبه، احنا عندنا كده الحب بتاعنا كده، بنوري اللي بنحبه النجوم في عز الظهر. امال انت فاكره ايه؟ يعني مثلا يكون هو نايم كده في امانه الله، بنروح نشده كده من رجليه ونوري له النجوم في عز الظهر. ده حب، ده حب طبعا. وتروح تمسكي كده عصايه المقشه وتعلمي على الجتات، ده حب. انا هوريك النجوم في عز الظهر انت كمان. شفت الحب بتاعنا ده جميل ازاي؟ اظهار مدى حبها لي. من الامثال التانية اللي عجبتني اللي خدته القرعة تاخده ام المشعور. القرعه؟ صدقي بالله انا اللي هعمل قرعه، انا والقبائل المصريه كلها. علميني، يحطك في صاروخ يوديكي كوكب اورانوس تاني. ونفسي انا بقى القرعه تقع في نصيب انا، علشان هطلع معاكي مع الصاروخ عشان اضمن ما عدتيش تنزلي. ده بيبين قد ايه ان مفيش تفرقة بين اي حد، وان القرعة زيها بالظبط زي ام المشعور. قولولي. ايوه في فرق بين القرعه وام المشعور. القرعه دي بيبقى كائن مقرع، اما بقى ام المشعور دي بقى اللي هتطلع لك في الحلم تكرهك في حياتك. ام المشعور والله لا ابعتها لك.